النهارده هنكشف لكم فضيحة التسجيل الصوتي لحكم الفار وحكم الساحة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ولقاء جديد نلتقي للحديث عن فضيحة حكم الساحة وحكم الفار لمباراة الزمالك، والحديث عن مباراة النادي الأهلي ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم المكسرين الدنيا في أوروبا. لو لسه ما اشتركتش في قناتنا على اليوتيوب يلا بسرعة اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. ولو لسه ما تابعتناش على قناتنا على الفيسبوك يلا بسرعة اضغط متابعة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. كانت مع حضراتكم امبارح وقلت لكم ان البنالتي اللي حصل لنادي الزمالك اللي احرز منه الهدف الثالث بنالتي صحيح. انا بكلم من وجهة نظري التي ليس لها اي قيمة على الاطلاق، لكن وجهة نظري التحكيمية طبعا يعني امور التحكيمية 50-50. النهارده وسائل الاعلام كلها بتتكلم على تسريب المكالمة الصوتية ما بين الحكم محمد عادل والحكم محمد سلامة ميدو حكم الفار. الكرة محمد عادل حاسبها فاول على مهاجم الزمالك. محمد سلامة ميدو استدعاه في السماعة وقال له تعالى بص على الكرة فيها لمسة يد قبل الفاول. راح محمد عادل للفار وبص على الكرة قال له بنفس النص الله يخرب بيتك يا ميدو، ده الكرة خبطة في الأرض وردة في إيد اللاعب، والقانون بيقول إن إيدك المفروض هي اللي رايحة للكرة أو إيدك في سكة الكرة، لكن دي خبطة في الأرض وردة في إيد اللاعب. إزاي تتحسب ضربة جزاء؟ ده اللي حصل في التسجيل الصوتي اللي سمعناه، التسجيل الصوتي بتاع الحكم محمد عادل. رجع الملعب حسب الكرة ضربة جزاء. طب على أي أساس؟ مش ده يبقى اسمه احتواء؟ مش ده بوظان في منظومة التحكيم المصري؟ بوظان في إدارة الكرة في مصر؟ إيه اللي حصل؟ لازم وقفة سريعة مع طاقم التحكيم ده، لابد من التحقيق معاه. إيه اللي حصل؟ القانون بيقول لك إن الكرة جاية في إيده مش قاصد إن هو يحط إيده في سكة الكرة، جت خبطت في الأرض وخبطت في إيد اللاعب، دي ما تبقاش ضربة جزاء. وانت نفسك بتقول ازاي الله يخرب بيتك يا ميدو كده بتغرقني، ازاي ترجع تحسبها ضربة جزاء؟ لازم يا جماعه في وقفه في الموضوع ده. نترك الامور التحكيميه لمباراه نادي الزمالك ونروح لنادي الاهلي وسيراميكا ومباراه المتعه. مباراه سيراميكا محمد الشناوي كان بيلاعب فريق سيراميكا. النادي الاهلي حضر المباراه تشكيل الامثل للنادي الاهلي. اول 10 دقائق بدأ فريق سيراميكا خايف من النادي الأهلي من مهرجان الأهداف اللي النادي عمله أمام العين الإماراتي، نزل مرعوب. النادي الأهلي سيطر على المباراة في أول 10 دقائق، تمكن من إحراز هدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء لحسين الشحات الهدف الأول. من الدقيقة 10 لنهاية الشوط الأول النادي الأهلي اللعيبة العشرة لموا بعض ومشوا. مشت اللعيبة. مين اللي فاضل في الملعب؟ محمد الشناوي. سيراميكا بيلاعب مين؟ بيلاعب محمد الشناوي. تصدى محمد الشناوي لثلاث اهداف محققه من فريق سيراميكا. زلاكا الجناح الشمال بتاع سيراميكا خد اكرم توفيق غسيل وماكو. انا قلت لحضراتكم امبارح النادي الاهلي تمام، بمجد في النادي الاهلي، النادي الاهلي مش تمام، بعمل مكنسه بمسح به الارض، وده زي ما بقول على زمالك بقول على الاهلي، رغم ان انا اهلاوي وده مش غلط ان انا اعترف بميولي الاهلاويه. خدوا غسيل ومكوى طول الشوط الاول، ضاع من نادي سيراميكا 3 اهداف. البطل محمد شناوي هو اللي كان بيلاعب فريق سيراميكا، انقذ 3 اهداف على الاقل محققه لفريق سيراميكا لما بقى ايمن الرمادي مدرب سيراميكا بيضرب كف على كف بره المنطقه. بين الشوطين لعيبه نزل بين الشوطين، مارسيل كولر دخل قاعد طبعا هايج في اللعيبه وبيزعق في اللعيبه. الاداء اللي بتأدوه دي اسوأ مباراه قدمتوها معايا من يوم ما جيت ادرب النادي الاهلي. انتوا عايزين برنامج الكره مع عادل تاج الدين يطلع يهزقني، يطلع ويمسح بيها الارض، ما ينفعش بنفس النص.
يعني بنفس دي من باب الدعابه، مش اكيد عادل كره بعادل دي مش موجوده في التاريخ ولا في الذاكره ولا حد فاكرها. اذا كان هم اهل بلدي اللي انا منتظر منهم الدعم ما بيدعمونيش، هيبقى الغريب هيبص لي بس يعني من باب الفكاهه. انتوا عايزين برنامج الكره مع عادل يطلع ينتقدني، ما ينفعش، لازم ننزل. لا، اللعيبه بتبتسم. قال لهم هو انتوا بتبتسموا؟ ده بقول لحضراتكم دي مش من باب الدعابه، ده اللي حصل. انتوا بتبتسموا، لازم تحسوا بالمسؤوليه. اللي مش هينزل يأدي في الشوط الثاني ده بالنسبه لي كتب شهاده وفاته كرويه، مش هيبقى له مستقبل معايا في الفريق نهائي، اللي هيتقاعس. احنا نفسنا بنبص في الشوط الثاني لقينا فريق النادي الاهلي بعد ما مشي من الشوط الاول الفريق الاهلي رجع تاني. بسبب ايه؟ تغييرين اتعملوا ما بين الشوطين. نزول مجدي قفشه، نزل مجدي قفشه رمانة ميزان في نص الملعب، ظبط الدنيا، وسحب يوسف ايمن ونزل مكانه خالد عبد الفتاح يلعب مساك. ظبطوا النادي الاهلي، وفي اول 11 ثانيه من كره من الجناح اليمين لعبها محمد طاهر، محمد طاهر على دماغ وسام ابو علي الطائر. دماغه بالهيد احرزها على شمال وسام حارس مرمى سيراميكا، محرزا الهدف الثاني. طبعا احنا قلنا في الشوط الاول هدف حسين الشحات، ورغم الضغط الرهيب لفريق سيراميكا في الشوط الاول جاء للنادي الاهلي فاول بره منطقه الجزاء تمكن من احرازه وسام ابو علي. رغم سوء الاداء في الشوط الاول لكن النادي الاهلي انهى الشوط الاول 2-1. تمكن النادي الاهلي من احراز الهدف الثالث عن طريق وسام الطائر. شوط تاريخي للنادي الاهلي، او هنقوله 25 دقيقه في الشوط الثاني تاريخيه للنادي الاهلي. بصراحه الفم او الدش اللي عطاه مارسيل كولر للاعيبه وسط بين الشوطين نزلوا لعيبه فريق ثاني. بصراحه عملوا كل شيء في الكوره في الشوط الثاني وصنعوا مهرجان اهداف. احرزوا 3 اهداف مع الرأفه، 3 اهداف مع الرأفه. حسين الشحات هدفين، وسام ابو علي هدفين، وطاهر محمد طاهر هدف. رجل المباراه وسام ابو علي، لانه كوره اللي هو لعبها لطاهر محمد طاهر، يعني هدفين وصنع اسيست طبعا، واضاعه 3 4 فرص وعلى راسهم امام عاشور. الكوره جايه لك انت والجول هادي وبسن الفوتبول خلاص. وسام حارس مرمى فريق سيراميكا نام على الارض، اصبح الجول كله فاضي قدامك. بسن الفوتبول صبعك الكبير بتغمسها بتحطها من فوق البتاع ده في العارضه. الصاروخ ان هي ردت لنص الملعب من قوه الكره. حسين الشحات اضاع هدفين، وسام ابو علي ضيع هدف، طاهر ضيع هدف، بيرسي تاو لما نزل ضيع هدف. كان يبقى مهرجان تاريخي للاهداف. النادي الاهلي لعب شوط ثاني مثالي، تمكن من حصد 3 اهداف ويحرز اول 3 نقاط في بطوله الدوري 24-25 ويتصدر قمه الدوري من اول اسبوع. والنادي الاهلي راح النهارده من تدريبات، وغدا سيواصل استعداداته لمباراه زد يوم الخميس القادم في 8 مساء. دي كانت طله سريعه على مباراه النادي الاهلي. نروح بقى عندنا 3 اخبار عالميه. ومحمد صلاح بيحرز في فوز ليفربول على فريق برايتون 2-1. كانت النتيجه 1-1، تقدم ليفربول، تعادل برايتون، وفي الشوط الثاني تمكن محمد صلاح من احراز هدف الفوز لفريق ليفربول، يحرز هدفه ال 164 في تاريخه مع ليفربول في الدوري الانجليزي. عندنا عمر مرموش وعامل موسم تاريخي مع انتراخت فرانكفورت الالماني. تمكن من احراز هدفين في فوز في السباعيه لفريقه، فاز ب7 اهداف، تمكن من احراز هدفين وعمل اسيست. نروح للاعبنا محمد عبد المنعم المدافع الصلب اللي بيلعب مع نيس الفرنسي. شارك اساسيا في المباراه في فوز فريقه على فريق بريست في الدوري الفرنسي. فريق بريست ده اللي كان بيلعب فيه اشرف داري. ده طلة سريعة على محترفين الثلاثة اللي مكسرين الدنيا في أوروبا في 3 دوريات عالمية.
دي كانت نهايه اخبارنا، خلص لقائنا ولكن لم تخلص اخبارنا. بعد اللقاء ان شاء الله مع اخر الاخبار واخر الحصريات. في نهايه اللقاء مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.